من بعد تسونامي اختار السياح الذين كانوا يذهبون إلى شرق آسيا أن يأتوا إلى المغرب لاعتبارات متعددة، ضمنها القرب الجغرافي، ضمنها الفقر وسهولة زعما صيد مثل هذه الغنائم الصغيرة، وضمنها كذلك العقوبات المخففة وصمت القانون بعض الأحيان. هناك سياحة، هناك واقع، الناس تجي لمراكش لو طوني في الوقت اللي كان خصنا نبيعوا منتوج، نبيعوا هويتنا، الوقت اللي خصنا نعزوا هذا الموقع الثقافي، نهتموا بمآثرنا، نهتموا بالفن اللي ننتجوه، ما طلعتوا والو، طلعتوا الشمس وطلعتوا الأطفال وطلعتوا عباد الله وصافي. القانون الجنائي المغربي لا يدين بوضوح السياحة الجنسية، والعديد من فصوله تبقى مبهمة فيما يخص الاستغلال